السلام عليكم. واش عمرك كنتي ناعس وشفتي واحد بنادم اللي مخسر جاي باغي يخنقك ويزير عليك، وهذا الشيء كامل انت ما قادرش تحرك باش تفك راسك وما قادرش تعيط على اللي يعاونك؟ اييه، كنهضر على بوغطاط، او كيف ما كيتسمى ادبيا الجاتوم، وعلميا كيتسمى شلل النوم. بوغطاط في الثقافه الشعبيه هو واحد الانسان اللي متوحش، وكاين اللي كيقول جن في غالبيه الحضارات القديمه وحتى لدابا في بعض الدول، وكيقولوا انه كيجي عند الراجل باش يعذبه او عند المراه باش يغتصبها. وكاين شي حضارات اللي كتقول ان بوغطاط هو ملاك عنده شهوه جنسيه كبيره، داكشي علاش تطرد من عالم الملائكه وبقى كيجي عند البشر يخوي المكبوتات ديالو، وهما اللي قالوا ماشي انا. بوغطاط لغز عذب بزاف ديال الناس، لكن الطب والبيولوجيا قدروا يفهموا هذه الظاهره وجابوا لنا الجواب الشافي والكافي. راه برا النعاس ديال الانسان فيه بزاف د المراحل، اعمق تلك المرحله هي النوم العميق او الحليم. في هذه المرحله كيكون جسم الانسان متوقف تماما عن الاشتغال ما عدا عضلات الحجاب، الحاجز والعينين. ايوا نعم سيدي، الانسان قبل ما يفيق من النعاس كيخصو يخرج من داك العمق والحلم والشلل اللي هو فيه بشويه، ويفيق الوعي وتصفى السينما د الاحلام، ويبدا يرجع للواقع شويه بشويه حتى كيجي الاستيقاظ. صباح الخير. دابا بوغطاط فين هو في هذا الفيلم؟ بوغطاط نعم سيدي كيوقع عاده فاش كيكون الانسان في وسط العمق والاحلام والجسم واقف تماما على الحركه، يعني شلل. كتجي واحد اللحظه الدماغ كيفيق وكتطفى السينما على غفله. هنا الجسم راه مازال مشلل، ولكن الدماغ فاق والعينين راهم كيتحركوا بالزربه، حتى الغطا ديالهم او الجفنين. الدماغ مسكين كيتخلع، كيظن بلي الجسم تشلل وبلي كاين شي ضغط على الرئتين، حيت يمكن الهواء ما كيدخلش مزيان وما كاينش الاكسجين الكافي للجسم. في وسط هذا الرعب ديال الدماغ كيبدا يعطيك تفسيرات للحاله ديالك، وكيتصور ان شي واحد، شي جن او لا شي وحش هو السبب في هذه الوضعيه. وعلى ما الانسان يسترجع التحكم في الجسم ديالو ويفيق من الشلل اللي هو فيه، عاد كيختفي بوغطاط وكيلقى بنادم راسو مدقدق ومخلوع، وكانه خاض واحد النزال اللي هو قوي من اجل البقاء. السبب في بوغطاط هو نفسي بالاساس. الانسان الا بات مقلق او هز بزاف ديال الهم والضغوطات كيبات الدماغ ديالو مخربق بزاف، وكتجي لحظه اللي كيفيق على غفله بسبب داك ستريس. وإلا فاق في وسط مرحله النوم الحالم تما كيوقع بوغطاط. كاين اللي كيوقع عليه هذا الشيء مره ماشي مشكل، كيكون السبب هو شي مشكل نفسي. لكن اذا كانت القضيه كتعاود بزاف ومعها اعراض اخرى، هنا خص استشاره الطبيب باش القضيه تكون تحت السيطره. الا كان عندكم حتى نتوما شي قصص مع بوغطاط اللي سبق ليه شافوا، يقدر يوصفوا لنا، يخلي لنا كومونتير لتحت، وما تنساش زر اللايك. سلام.